يا عزيزي كلنا مدمنين. كتاب أمة الدوبامين لأنا ليمكي بيقول إن الوقت اللي احنا عايشين فيه ده خلينا كلنا مدمنين. اللي مدمن جيمز، اللي مدمن لعب كرة قدم، واللي مدمنة شوبينج عمالة على بطال، والمسلسلات اللي بنقعد على الكنبة نجيب 14 حلقة في يوم واحد وما نزهقش، وطبعا إدمان السوشيال ميديا وكتير من أنواع الإدمان المختلف مستوياتها وأخطارها. والسبب في الإدمان ده كله هو سهولة التوافر، كل حاجة بقت سهلة. طب فين المشكلة؟ يعني ما انا مدمن حاجة عادي، يعني لا عيب ولا حرام وبتبسطني. المشكلة ان الحاجة دي ممكن تأثر على بقية حياتك، ممكن تأثر على وقتك وتحس انه اتسرق منك، ممكن تخسر علاقات مهمة حلوة في حياتك او تكسب علاقات ما كانش لازم تكسبها، وممكن تأثر على تركيزك وبالتالي على شغلك، غير بقى التأثير على نفسيتك وجهازك العصبي اللي في الاخر ممكن ينتهي بأمراض عضوية ونفسية. وكمان بقى في حالة ان الحاجات دي اختفت من حياتك فجأة هتحس بأعراض انسحاب زي الملل والصداع والرغبة في الانعزال وانت ما كنتش مستعد لها، فممكن تقلب مريض اكتئاب. وساعتها يا بطل مش هيبقى قدامك غير حلين، يا تستسلم يا تقرر تتعافى. طب ايه الحل؟ الحل انك تتعافى بمزاج، تعافى من اي حاجة عامله لك ادمان، وهقول لك طرق العلاج في الفيديو اللي جاي. بس قولولي، طلعتوا مدمنين؟